السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان المبارك يشكل فرصة للمسلمين لتقوية الإيمان والتقرب إلى الله من خلال الصيام والصلاة وقراءة القرآن. ومع انتهاء هذا الشهر الكريم يجب على الناس أن يستمروا في الطاعات ويحافظوا على الروحانية التي اكتسبوها، وأن يجتنبوا العودة للذنوب والمعاصي التي قد تضعف الإيمان وتبعد عن درب الخير. لذلك يجب على المسلمين أن يتذكروا أن الطاعات ليست مقتصرة على شهر رمضان وحده، بل هي عبادات مستمرة يجب الحفاظ عليها طوال العام. فالحفاظ على الروحانية والابتعاد عن الذنوب والمعاصي يساهم في تعزيز الإيمان والتقوى وبناء مجتمع مسلم قوي يسوده الخير والسلام. لذا فلنعمل جميعا على الثبات في الطاعات والابتعاد عن الذنوب بعد شهر رمضان، ولنسعى جاهدين لتحقيق الرضا الإلهي والسعادة الدائمة في حياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليه وأستفيض جلالا